النادي الاهلي هنا في وقفه. يعني انت فرقه مع كل الاحترام طبعا والتقدير للنادي الاسماعيلي، بس فرقه النهارده مؤهله. يعني تغيير مدير فني، في لعيبه صغيره، في لعيبه مش على المستوى بتاع فانيله نادي الاسماعيلي، ولكن دول اللي موجودين. والكابتن عماد له العذر. انت بقى فين كنادي اهلي بعد ما جبت الجول؟ لو ضغطت شويه هتجيب الثاني وهتجيب الثالث وهتجيب الرابع. انت النادي الاهلي انت ما عندكش اي مشكله سواء في اللعيبه اللي نزلت، اللي هو انت عملت مثلا روتيشن النهارده قبل ماتش الزمالك ماشي، بس المفروض يعني حتى الدوافع تبقى اكتر للناس اللي هي ما بتلعبش زي احمد رضا النهارده اللي احنا بنشوفه لاول مره، ومش وحش. يعني انا شايف ان هو مش وحش. لو خد ده هيبقى فيه خطوره على لعيبه نص الملعب، على لعيبه نص الملعب، بس ياخد. فهل ان الماتشات اللي جايه دي هياخد ولا مش هياخد؟ الله اعلم. ده بقى اللي يجاوب على السؤال.